الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيد الخلق والأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأخوة الأحباب، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وكل عام وأنتم بخير. أهل الله علينا شهر رمضان، شهر الخير والبركات والإيمان، شهر القرآن، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر، ليلة القدر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يدركنا ليلة القدر، وأن يدركنا ثوابها وخيرها ونعيمها يا رب العالمين. في رمضان حتما ولا بد في وقت معين تبتعد نهائيا عن الحلال. فالصيام لغة معناه الامتناع، وشرعا معناه الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة من وقت آذان الفجر إلى وقت آذان المغرب. فيعودك في هذا الوقت أن تبتعد نهائيا عن الحرام. الصيام جنة، أي وقاية، يعلمنا آداب الإسلام. أنت طوال النهار حريص كل الحرص على أن يكون صيامك صحيحا ومقبولا، لذلك تلتزم بآداب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم. درس أيضا من الصبر في رمضان. الصبر له أنواع كثيرة جدا. الصبر على الطاعة أجمل شيء، أن تصبر وأنت جائع وأنت عطشان، طاعة لله يا أيها الذين آمنوا. إذن أنت تضع نفسك في ميزان وفي وضع الذين آمنوا، وتمتثل لهذا النداء الرباني: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. أما ما دمت امتثلت لهذا الأمر الرباني فأنت وضعت نفسك في زمرة يا أيها الذين آمنوا. تصبر على الطاعة، أمامك الماء، أمامك الطعام، أمامك الزوجة، ومع ذلك لا تقترب. حريص كل الحرص على أن يكون صيامك صوما مقبولا إن شاء الله. في الأيام العادية حينما يسبك أحد أو يشاتمك أو يقاتلك، النفس الأمارة بالسوء تدفعك إلى الانتقام لنفسك، تدفعك إلى أن ترد الأذى بأذى. لكن وأنت في رمضان الصبر على المعصية كما صبرت على الطاعة، ها أنت الآن تصبر على المعصية. ترى فلان وتفهم أنه جاء لأذى فتبتعد كل البعد. لماذا؟ حريص كل الحرص على أن يكون صومك مقبولا إن شاء الله. فهذه آداب عظيمة من آداب الصيام، الصبر. ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.